بجد والله ربنا يديم علينا نعمه يا استاذ عمرو، والله مكسب ثم مكسب ثم مكسب ثم مكسب. يعني مفيش اجمل من كده ومفيش اروع من كده. النادي الاهلي يعني انت كمشجع لو بتشجع يعني النادي الاهلي تستريح، تبقى مبسوط، تبقى بالك رايق، فاهم قصدي؟ تبقى راجل كده صاحب مزاج عالي، راجل كده انت فاهم، ما عندكش لا ضغط ولا سكر ولا حرق الدم. النادي الاهلي يا جماعه، النادي الاهلي يا جماعه بره وجوه هنكسب يا استاذ عمرو، بره وجوه هنكسب، وربنا يديمها علينا نعمه الاهلي، وربنا يديمها عليكم انتوا. حق يعني مش عايز اقول كلمه مش حلوه يعني، ولكن ربنا يديمها علينا احنا برضو. آه، تهنئه منكم لينا يعني، بطريقه شيك. حاولت اجيب على قد ما اقدر بطريقه شيك يعني. فصياحكم طرب، ولكن انا عارف ان استاذ عمرو اديب مش بيصيح ولا حاجه، بالعكس انا بحب اسمعه جدا. لما بيكون بيتكلم عن الاهلي بيتكلم بطريقه لطيفه، حتى لو قال لك انا عايز الاهلي يخسر بتقبلها منه، لان بيتكلم بطريقه كويسه. يعني شويه كوميديا كده حلوين بيضحكونا ويبسطونا، زائد بقى او بيضيف لينا بهجه على البهجه طبعا اللي ضايفها لينا دايما 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 النادي الاهلي. يعني اتمنى من كل قلب القادم يكون افضل للنادي الاهلي. سلام عليكم.